هكذا يتذكر المواطنون المغاربة ملكا مثقفا مطلعا على الحضارتين العربية والغربية، ملكا اعتبروه الملك الأب. كان يوم جمعة، أوقفت التلفزة المغربية بشكل مفاجئ برامجها وبثت حصصا من القرآن الكريم قبل أن ينزل الخبر كالصاعقة عندما أطل الصحفي بعيون دامعة معلنا الخبر الفاجعة في حدود 6 مساء في تشييع جنازة الملك الراحل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. بعد الإعلان الحزين خرج المغاربة إلى شوارع المملكة لرثاء الملك الراحل، وعرفت شوارع العاصمة الرباط حركية غير عادية مع إنزال أمني وعسكري